السلام عليكم ورحمة الله. معكم نبيل عبد القادر من ناسا سوفت. اليوم معنا الإصدار 35. سوف نحل مشكلتين أو نعلمكم كيف تستخدموا الطريقة المناسبة لحل هذه المشاكل. أول مشكلة هي حجم الورقة. حجم الورقة في أغلب الناس يعني يلاحظ أن شكل الورقة يكون بهذا الشكل. كيف أتعامل مع هذه المشكلة؟ التعامل مع هذه المشكلة نستخدم حرف ال A اللي موجود فيه على الورقة بهذا الشكل على الصفحة، نضغط عليه يظهر لنا هذا الخيار، وهو خيار تغيير حجم الورقة بما يناسب جوالك. طبعا سوف نأخذ القيمة المناسبة التي يتناسب معها شكل الورقة. فمثلا لو أخذنا هذه القيمة نجد أنه مناسب في جوالي، لكن في جوال آخر ممكن يضطر إلى أنه يرفع القيمة إلى قيمة أعلى بحسب الشاشة. طبعا أنا بالنسبة لجوالي بيكون هذا 1300 مناسب لي. تمام، هذه المشكلة الأولى أعتقد حلت، يعني ما بش أي إشكال. المشكلة الثانية اللي نريد حلها الآن هي مشكلة إضافة الكسور. يعني بعض المدرسين يتصلوا بي يقولوا كيف نضيف الكسور إلى الورقة، يعني الكسر اللي هو بسط والمقام بالعربي. طيب، أول حاجة أنا قد كتبت سؤال عشان أوضح هذه المشكلة. هنا معنا أوجد ناتج الآتي. طبعا يعني سؤال أضفناه عبارة عن سؤال عادي جدا أضفناه في بداية. طيب أنا أشتي أضيف كسور يا في أسفل أو في الجانب الأيسر أو في الجانب الأيمن. بالنسبة لإضافة الكسور، طيب نضغط مطولا على شوف نضغط مطولا على هذا النص مطولا حتى تطلع لنا الأوامر الجديدة في 35. هنا عندما ضغطنا مطولا على النص أو على السؤال سوف نستطيع تطلع لنا هذه الواجهة. هذه الواجهة نستطيع من خلالها إضافة إلى اليسار أو اليمين أو الأعلى أو الأسفل. طيب أنا أريد مثلا أضيف في الأسفل، فأضغط على كلمة إضافة كائن تحت يطلع لي هذه القائمة، فأنا أختار نموذج معادلات رياضية أو كسور، أضغط عليها. طبعا بهذا الشكل. الآن نلاحظ أنه انضاف هذا الكسور بهذا الشكل. نضغط عليه ضغطة نقرة فقط يطلع لي الكسور. فمثلا أكتب سواء أرقام أو أكتب حروف، يعني كلها ممكن. فمثلا صاد موجب، نقول مثلا صاد، أو خلينا نكتبها بالعربي على أساس نكون واضحين. البعض أو الأغلبية دائما يقولوا ليش ما نكتب بالعربي. طيب 2 صاد مثلا موجب 13. هذا البسط. المقام نكتب مثلا عين زائد هكذا رقم. طيب الآن نلاحظ أنه انضاف الكسر. نشتي نضيف كسر إلى الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر بهذا الشكل. نضغط ضغط مطول على الكائن اللي هنا سواء كان نص أو أي مكون. نضغط ضغط مطول حتى يطلع لنا هذه القائمة. نضيف إلى اليسار هذه المرة إلى اليسار. نضيف نص. ليش؟ عشان أعمل الإشارة ما بين. إذا بيطلع لي الآن نص فارغ نضغط عليه كنص فارغ، ثم ناخذ مثلا أنا أريد أعمل كسرين، كسر موجب وكسر، فأضغط أضيف فقط كلمة موجب. طيب من لوحة المفاتيح عندما أضفت الموجب أحاول بس أرفع القيمة على أساس يكون واضح. طيب الآن نضيف في يساره كمان كسر آخر إضافة لليسار. هذا الكسر الثاني إذا معادلات الرياضية كسر. لكن نلاحظ شوف الإشكال عندي الآن إنه هذا انتقل، الكسر الجديد انتقل وبقي هنا مساحة فاضية. المساحة الفاضية هذه المساحة الفاضية كانت حق الموجب أو النص اللي أضفناه من قبل نتحكم بحجمه، أي بالامتداد اللي هم يسمى طبعا في بعض يسموه بالامتداد أو التوازن بهذا الشيء، يعني اللي يسموه الوزن بالضبط. طيب الآن عادي هذا الكسر نكتبه مثلا احنا نشتي هذا الكسر يساوي 12، عفوا خلينا نكتب عربي 12. المقام مثلا نكتب المقام هكذا. طيب الآن نريده يكون ملاصق إلى يكون مقترب من النص الآخر. أضغط على هذا الفراغ، ليس ضغط مطول إنما نقر. أجي إلى خيار الحجم هنا أضغط، وبالتالي الارتفاع أخليه -2. -2 معناته على حسب حجم الخط، لكن أنا أخليه -1 يعني ارتفاع مليان السؤال. طيب العرض ما أخليش 400، أخليه -2. -2 معناته على حسب النص كبير أو صغير بياخذ قيمته.
بياخذ القيمة اللي يعني تلقائي، معنى -2 تلقائي، لكن معنى -1 هو ياخذ الحجم بالكامل. طيب -1 اخليه الارتفاع، لكن العرض اخليه -2. طيب اما الوزن اخليه 0، يعني الوزن معناته الامتداد، هل يمتد مليان الصفحة الفارغة او مليان المسافة الفارغة؟ انا اخليه 0 على اساس لا اسمح له بالامتداد. طيب اضغط موجب، نلاحظ معنا هنا جت الاشارة. طيب هنا الموجب وهنا الكسر الاخر. طبعا هناك ميزات كثيرة جدا إن شاء الله، لكن هذا ما حببنا أن نوضحه اليوم، وسوف يكون هناك شروحات كثيرة لكل جزئية من جزئيات المضافة الجديدة في هذا النسخة أو في هذه النسخة 35. طبعا لا تنسون الاشتراك عشان تتلقوا كل الشروحات إن شاء الله، وأيضا فعلوا زر الجرس. تحياتي لكم ومع السلامة.